المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم. السلام عليكم الإخوان في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا على القمة اللي جمعت المنتخب المغربي قدام كندا، القمة اللي خلات المنتخب المغربي يربح ويكتسح بثلاثية. الماتش اللي كان صعيب والماتش اللي ما كان سهل، غنهضروا كاع على التفاصيل ديال هذا الماتش. ولكن قبل ما نبداو، الا كان كيعجبك هذا المحتوى وبغيتي يبقى يوصلك بحال هذا المحتوى، فما تنساش تخلي معك لايك وخلي معك سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع صحابك. قبل من الماتش كلشي كان كيقول بان هذا الماتش غادي يكون ماتش ساهل بسبب الجوده ديال الخصم، وايضا بسبب الجوده الكبيره اللي ولات عندنا والثقه اللي كنلعبوا بها. وايضا راه ماشي غير ثقه زايده، فراه عندنا اللعابه اللي كيخلونا اننا نثيقوا فيهم، وهذا الشيء اللي شفناه في بزاف ديال الماتشات في هذه البطوله، خاصه ضد البرازيل وضد هولندا، جوج من اقوى المنتخبات اللي كاينين وجوج منتخبات اللي كيبينوا اشنو عندك. يعني الا كنتي مزيان فريق غادي تلعب ضدهم مزيان، وهذا الشيء اللي بان لنا. ولكن هذا الشيء ما كانش في الشوط الاول، فالمنتخب الكندي دخل وعرف كيفاش يضغط علينا وعرف كيفاش يفرض الاسلوب ديالو ويخلينا نلعبوا بالطريقه اللي بغاو. المدرب ديالو مدرب اللي ذكي، ولكن المشكله فين كاينه هي ان المنتخب الكندي بقى ضاغط طول الشوط الاول وحتى تقريبا الدقيقه 60 والمنتخب الكندي كيضغط. ما يمكنش انك تكمل ماتش في كاس العالم وفي هذه الحراره بالضغط العالي، فراه حاجه اللي صعيبه. هذا الشيء اللي غادي يخلي بان المنتخب المغربي يدير رده فعل، ورده الفعل جات من بعد كوفره. اشرف حكيمي لعب كوفره بطريقه اللي ذكيه. اشرف حكيمي جاتو الكره لعب كوفره، عوض يسونطري الكره لعبها اللاعب اللي جاي من الخلف وهو عز الدين أناحي، وحتى التمركز ديال أناحي والضربه ديالو فراه كانت نقيه. أناحي لعاب دار ماتش كبير ورجل المباراه في هذا الماتش، فراه اللاعب ما يمكنش هادشي اللي دار في الماتش، يعني يسجل الهدف الاول اللي خلانا اننا نتقدموا في الماتش، وايضا ضاف حتى الهدف الثاني. وهذا الهدف الثاني هو اللي خلى المنتخب المغربي وخلى الجمهور بانه يرتاح ويطمئن، لان النتيجه 2-0 ماشي هي 1-0، كتبقى ديما خايف. وهذا الشيء اللي خلانا باننا نتقدموا في الماتش. مجهودات كبيره دارها هذا اللاعب بعد الانتقادات الكبيره اللي تعرض لها. حتى دوك الانتقادات في الحقيقه راها مستحقه، اللاعب ما كانش كيدير شي حاجه اللي كبيره، يعني ما كتحش بيدك عز الدين أناحي اللي كنعرفو. حنا ملي كنشوفو شي لاعب في النيفو ديالو الكبير وكينقص فراه كيبان بان اللاعب راه تراجع. هذه افضل عوده بالنسبه لعز الدين أناحي. الا شفنا أناحي فراه حنا عارفين شنو دار هذا الموسم مع فرقته وعارفينه لاعب اللي كبير. وايضا ما نساوش الرائع واللاعب اللي تعرض ايضا لبزاف ديال الانتقادات وهو ابراهيم دياز، اللاعب اللي صنع جوج اهداف في هذا الماتش. التمريره الحاسمه الاولى عطاها لعز الدين أناحي، والتمريره الثانيه عطاها سفيان رحيمي اللي سجل الهدف الثالث. ابراهيم دياز تعرض لبزاف ديال الانتقادات، ونفس الهضره اللي قلنا على عز الدين أناحي فراه كتنطبق على دياز ايضا كنا كننتظروا منه الشيء الكبير بسبب انه النجم الاول للمنتخب واللاعب اللي كبير وكيلعب في فرقه اللي كبيره، يعني كتوقع منه شي حاجه اللي كبيره. ولكن